سلام عليكم. نزلنا سؤال على صفحة الفيسبوك، ننزل بتيفور المكنة ولا بتيفور كيس الحلواني؟ ففي ناس اختارت الاتنين. فالنهاردة ان شاء الله هنبدأ ببتيفور المكنة، وزي ما حضرتك شايفة معايا عشان تطلع النتيجة بالمنظر ده هيكون في شوية ملاحظات سواء في العجينة نفسها او في طريقة الخبز عشان يطلع بالقوام ده وبالنعومه دي. فيلا بينا على الطريقه على طول. اول حاجه هبتدي ان انا انزل الزبده بتاعتي، والزبده هنا لازم تكون ساقعه شويه، مش مجمده ولكن ساقعه شويه. ببتدي ان انا افكها بالمضرب حاجه بسيطه، وبعدين بنزل عليها بالسكر البودره، وطبعا هدخلهم مع بعض شويه قبل ما افتح المضرب الكهرباء، وبعدين هضرب بقى بالمضرب بتاعي كويس جدا لغايه لما يهيش. ودي اول تركايه في الطريقه بتاعتي. تاني تركايه ان انا استخدم بيض صغير. انا هنا بستخدم البيضه كامله، ولكن حجمها لازم يكون كده ما يتعداش الحجم ده. هبتدي برضك ان انا اقلب بالمضرب الكهرباء لغايه لما البيضه بتاعتي تختفي تماما، اضيف غيرها وهكذا لغايه لما هوصل لخليط بالشكل ده كده. في المرحله دي هنبتدي في اضافه بديل دقيق الكيك وعليه سنه صغيره من البيكنج باودر، لان في بتيفور المكنه الدقيق بيكون نسبته اكتر من بتيفور كيس الحلواني، فلازم سنة البيكنج باودر دي. طبعا هقلب باطراف الاصابع لحد لما هوصل لعجين بالمنظر ده كده، فيه تلزيقه خفيفه قوي عشان يطلع البتيفور بتاعي ناعم. طيب عشان في ناس بتقولي دايما ورينا كمان المكنه بتاعتك او الحاجه اللي بتشتغلي بيها، فهوريكم المكنه برضو ازاي بركبها وبحط فيها العجينه بتاعتي ازاي. ده شكل المكنه بتاعتي. وطبعا من مزايا بتيفور المكنه الوشوش الكتير دي والاشكال الكتير. طبعا هنا بيكون في ماسوره كده فوق بشدها، بيكون بقى فيه التجويف ده. هو طبعا دلوقتي مش باين، هيبان اكتر لما نيجي نحط العجينه جواه. وهنفتح الجزء اللي تحت بالمنظر ده، وهبتدي ان انا احط العجينه. من الحاجات بقى المهمه جدا حركه التنعيم اللي احنا كل مره بنأكد عليها، لان عجائن الحلويات لا تعجن، تمام؟ فلازم ليه؟ عشان ما تنزلش منك مفروله ومشققه من المكنه بتاعتك. لغايه لما هتاخد الشكل الاسطواني ده كده، وبعدين هبتدي ان انا احطها في المكنه لغايه لما تتملى تماما، وبعدين هختار الوش اللي انا عاوزاه بحيث البروز بتاعه يكون بره، وهبتدي ان انا احطه وهقفل بقى الجزء اللي انا شلته في الاول بالمنظر ده كده. كده هيبقى فاضل بس ان انا انزل الجزء اللي احنا رفعناه، اللي هي الماسوره الطويله دي، بحيث ان الشرشره بتاعتي تبقى عند الدراع اللي احنا بندوس عليه. وفي نفس الوقت الجزء الامامي اللي انا ماسكاه دلوقتي ده كده برضو بنجيبه على رقم 2 بحيث ان هو يخبط في الشرشره دي فالبتيفورات بتاعتي تنزل. ما ننساش طبعا بعد لما نعمل ده ان احنا نغطي عجينتنا اول باول عشان ما تنشفش مننا واحنا شغالين على بقى الصواني بتاعتك اللي مش مدهونه اي حاجه، لان طبعا البيتيفور فيه كميه زبده حلوه جدا. هنبتدي ان احنا ننزل البيتيفورات بتاعتنا وعلى الفرن المسخن مسبقا على 180 درجه لغايه لما ياخد اللون الجميل ده. طبعا هسيبهم من لما يبردوا تماما. انا عملت اشكال كتير، طبعا احنا ممكن ناكله من غير تزيين، بس لو حابه انك تزينيه من الحاجات اللي هتيسر عليكي جدا مرحله التلزيق، بدل ما امسك واحده واحده، ان انا اشتغل المربى بتاعتي بكيس الحلواني. فباخد نفس الشكل، واحدة بقلبها وواحدة بسيبها زي ما هي، وابتدي ان انا انزل عليها مربى كلها، واخد بقى واحدة واحدة ابتدي ان انا اقفلها مع اللي ما فيهاش مربى. وهنا بقى بخفة ورشاقة الضغط يكون، عشان خاطر دي حلويات ناعمة ممكن تتكسر منك بسهولة جدا. ممكن نكتفي طبعا بالمرحلة دي، وممكن بردك لو انا حابة ازود على كده مثلا اضيف عليها فرميسيل او مثلا جوز هند او شوكولاته. انا عن نفسي بحب البيتيفور بالشوكولاته، فعشان كده اخترت النهارده شوكولاته الحليب وسيحتها عادي في الميكرويف. ومن احلى الاختراعات في الدنيا اللي تطلعي عليها اي حاجه مغموسه في الشوكولاته، ورق الفويل. وهوريكم دلوقتي ازاي بيكون بعد لما الشوكولاته بتاعتي تنشف تماما، ما بيكونش فيه ولا نقطه شوكولاته. ببتدي بقى ان انا اغمس واحده واحده كده واصفي شويه منها، وهسيبها على ورق الفويل. شايفين بقى المنظر؟ ولا نقطه شوكولاته بتتهدر معايا من ورق الفويل. واستمتعي باحلى بتيفور مكنه، وادعوا لي بالتيسير عشان اقدر انزل لكم بتيفور كيس الحلواني. وبالصحه والهنا.